طيب أبدأ بالcold تركي والّا الgradual reduction؟ أنا باقول أعمل research صغير الأول. أنت بقى لك قد إيه كده يا حماد؟ أسبوعين، يعني أسبوعين بادوّر على أحسن طريقة أبطّل بيها السجاير. وبطلت؟ طيب بقى تعالَ ده اللي هنتكلم فيه بقى. طيب خلّيني أسألك سؤال، إيه أصعب جزء في إنك تبدأ حاجة أو تبطّل حاجة؟ يعني مش عارف، البداية ممكن تكون صعبة شوية. لأ، بُص هي البداية ماشي بنقول إن هي صعبة، لكن في الواقع البداية بتبدو صعبة لإنك بتصرف طاقتك في التدوير عن كيف العمل، مش البدء في العمل نفسه. يعني إيه؟ أنت اشتريت كتاب عن إزاي تبطّل، Atomic Habits وDeep Work وAtomic Habits عملت جدول، وأي جدول، عملت جدول على Notion طبعًا، اتفرجت على الفيديوهات تقريبًا من 10 ل15 فيديو كده. وبطّلت. لأ وبطّلت. يعني هو ده مش تقصير أوي منّك، مش تقصير منّك وأنت واعي، ومش عاوز برضه أقول لك إن دي مشكلة في مخّك ولكن دي مشكلة في مخّك. في حاجة اسمها Dopamine Anticipation Loop. الدوبامين وهو الهرمون اللي بيخلّينا نحس بالمتعة والدافع، مش بينطلق بس لمّا بنعمل الحاجة، هو برضه بينطلق لمّا نفكّر في الحاجة، لمّا نتخيّل، لمّا نبحث، لمّا نخطط لها. وقتها باحس بإنجاز مزيف كده إن أنا عملت الحاجة وأنا في الواقع بني آدم بطيخة أصلًا. بس للأمانة العلمية الدوبامين انسبشن لوب ده مش مصطلح رسمي بيستخدم في الأدبيات الأكاديمية، بس هو بيستخدم وشائع أكتر في المقالات والكتب التحفيزية. هنلف ونرجع لمشكلة إن دماغي بيكذب عليّا تاني. ممكن نقول كده. في دراسة بتقول إن فعل التخطيط والبحث بيطلق تقريبًا نفس كم الدوبامين اللي بيطلقه تنفيذ الفعل نفسه، وأحيانًا كمان بيطلق كم أعلى. ده معناه إنك لما تبحث عن أحسن طريقة لإن أنت تبطل السوشيال ميديا، دماغك بيحس إن أنت بطلته فعلًا، فبيقول لك خلاص يا باشا أنا كده زي الفل، وبيدي لنفسه مكافأة، وبيفضل بقى مش محتاج يعمل أي حاجة، لأن الدماغ أصلًا كسول. يعني البحث نفسه هو اللي بيمنعني أبطّل؟ هو جزء كبير من المشكلة. في حاجة تانية اسمها analysis paralysis. ده مصطلح في علم النفس بيوصف اللحظة اللي عندك فيها معلومات كتير جدا بس بدل ما تستخدمها وتنفعك بتشتتك. تقريبا سمعنا المصطلح ده في كل فيديوهات الإنتاجية تقريبا. يعني فكر فيها كده، أنت واقف قدام باب والمفروض تفتحه، لكن بدل ما تفتحه أنت قاعد تفكر الهنجز بتاع الباب دي شغالة إزاي، اللي هي المفصلات يعني. طب الباب ده لو خبطته هيتكسر، فتحته جامد مش هيتفتح، طب هيقع مش هيقع، يا زلمه افتح الباب، افتح الباب يا حاج. ده أنا بالضبط، بافضل ألِف حوالين الحاجة والبتاع ده عامل إزاي، طويل قصير، تخين رفيع، وما باركّزش على المهم كلنا كده تقريبا، وده لان دماغنا بيخاف من الفشل. يعني البحث اقل خطوره من ان انا اجرب وافشل. نقدر نقول ان البحث الكتير شكل خفي من اشكال الخوف. وأنا بابحث كده سمعت عن حاجة اسمها الactivation energy، هي إيه البتاعة دي أصلًا؟ الاكتيفيشن انرجي او طاقه التنشيط ده مصطلح جاي من الكيمياء اصلا، معناه الطاقه الادنى اللي محتاجها المركب او العنصر عشان يبدا تفاعل. فاحنا ممكن نطبقها بشكل ما علينا، وده ممكن نشوفه في باحثين زي بي جي فوج من ستانفورد طبق الطريقه دي بشكل ما على السلوك البشري. بيقول اصعب جزء في اي فعل مش الاستمراريه فيه، هو غالبا اللحظه الاولى. المشكله انك لما بتكتر في البحث عن ازاي وكيف العمل وتسيب العمل نفسه، ده بيزود الاكتيفيشن انرجي اصلا اللي هي المفروض حد ادنى، بتحول الحاجه البسيطه لبروجكت كبير جدا مش مستاهل. تخيل حد شايل صخره جدا كبيره في ايده مش عارف يحطها ومش عارف يكمل وهي معاه، قرر يدور على احسن طريقه يحط بيها الصخره، دور في جوجل، حضر كورسات، اشترى كتاب، اتكلم مع ناس، كل ده وهو شايل الصخره. هموت يا ولادي، طب يدي يموت ما تنزل الصخره، يعني ارميها حطها في اي وده مش لانه جاهل، هو بس هو مش قادر يحطها، هو دلوقتي مشغول في طب احطها هنا هتبهدل الناس، طب احطها هنا لا مش عارف ايه، هتيجي انت بس تقيله برضو على ايدي فمش عارف احطها، حطها. وفي اللحظه دي الدماغ قرر ان البحث اهم من الفعل. طب وليه أصلًا الفعل بيخوّف أكتر من البحث أو التدوير؟ لان الفعل مع احتمال فشل حقيقي، لكن البحث مفيش فيه فشل. ممكن تفضل تبحث للابد وفي الاخر تقول ما لقيتش الطريقه المثاليه، لكن لو فشلت هتبقى متضايق جدا من نفسك. يعني نقدر نقول ان البحث طريقه امنه كده بنخدع بيها نفسنا، بيخليك حاسس انك شغال وبتتقدم لكن انت بجد بطيخه. أوقفتني آية كده في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني لما تقرر وهو العزم اتحرك، وهو التوكل مش لما تتأكد، مش لما جمع كل المعلومات، لا لما تقرر. العزم هو لحظة القرار، والتوكل هو إنك تمشي حتى لو مش شايف الطريق كله واضح، لأن والله ما هتشوفه واضح. أنت بتقول إن أنا أبدأ حتى لو أنا مش مستعد، هل في حد بيبدأ وهو مش مستعد؟ بالضبط، الاستعداد الكامل ده وهم بيصنعه الخوف. مفيش وقت أحسن من دلوقتي علشان تبدأ. طب أعمل إيه فعلًا؟ يعني
اتبع منهج التعافي من الادمان. اول حاجه بتتقال للمدمن اعترف بالحاجه اللي انت عاوز تبطلها، في حالتك انت اعترف بالحاجه اللي انت عاوز تبطلها او تبدا فيها. مش هتبحث اكتر، مش هتقعد تفكر كتير في الموضوع، مش هتعمل ريسيرشز، مش هتعمل اي حاجه من الكلام ده. معلش عندي بقى، انت فعليا عندك كل اللي محتاجه هو انت. تاني حاجه قلل قرارك لاصغر خطوه ممكنه. يعني مش هبطل كل السوشيال ميديا في حالتك، لا، ممكن تقول انا هحذف تطبيق كذا دلوقتي، تاني يوم احذف تطبيق تاني، لان فكره اتخلى على السوشيال ميديا كلها في وقت واحد غالبا ده هيعمل لك قلق وخوف كده، وازاي هقدر اقعد من غيرهم. تالت حاجه وده الاهم من وجهه نظري، ابذل طاقتك في الحاجه نفسها مش في الكافي. يعني ما تقعدش تفكر كتير ويعني يتحرك. يعني الطريق مش محتاج يكون مثالي. الطريق المثالي بجد هو الطريق اللي انت بتمشيه. في تجربه شهيره عند جيري ويلسمان تقريبا اسمه كده، استاذ تصوير في جامعه فلوريدا، قسم طلابه لمجموعتين. الاول هيتقيم على صوره واحده بس مثاليه، والثانيه هتتقيم على كم الصور اللي هتخرجها. كل ما تخرج عدد صور اكتر التقييم هيزيد. في الاخر احسن صوره جت فعلا كانت من المجموعه اللي صورت صور كتير قوي، اللي بتتقيم على هذا الاساس، لان بالفعل كل صوره بيصوروها كانوا بيتعلموا منها وبيصوروها احسن من اللي قبل، على جرار الناس التانية اللي قعدت تفكر كتير ازاي اجيب الصوره دي كده، ازاي القطها من احسن زاويه وهكذا. بالمناسبة دي قصة تربوية بس مستوحاة من اللي الدكتور عمله، بس مش هي الحقيقة قوي يعني. يعني اللي بيشتغل اكتر وبيعمل اكتر هو اللي بيتعلم اكتر. واللي بيبحث كتير هو اللي بيفضل واقف. عاوزك تفكر في حاجه واحده تبطلها وتبدا بيها من زمان، حاجه واحده. مش لازم يكون عندك كل الطريق، مش لازم يكون عندك بلان مثالي، مش لازم تشوف فيديو تاني. محتاج حاجه واحده بس، انك تاخد الطاقه اللي بتصرفها في ازاي تحطها في الفعل نفسه. التشتت مش انك بس تتفرج على ريلز وتسرح وتقول انا دماغي معفنه والكلام ده، لا، التشتت انك تبذل طاقتك في مكان مش مكانه، تبذل طاقتك في البحث وتسيب الفعل نفسه. حتى لو التشتت ده كتاب او التشتت ده خطه، حتى لو انت قاعد شغال بحث وريسيرش عملت دكتوراه في الحاجه، كل ده بجد في الفاضي. مش في الفاضي قوي، المعلومات كويسه ولكن احنا عايزين نبدا. الفكره انك تبدا بجد. الحاجه اللي هتعملها دلوقتي احذف التطبيق. وركز على المهم.